السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم على قناة إبداعات ندى. النهاردة إن شاء الله هنقدم وصفة جميلة جدا، نوع حلو، هي الباستا فلورا أو المبشورة. وصفة لذيذة جدا وطعمها جميل وشيك في التقديم وحلوة أو مكوناتها بسيطة. بس قبل ما ابدا الفيديو عايزه اقول لكم ان الفيديو ده بالتعاون مع قناه الرشاقه والجمال لصاحبتها نادية علي. قناه جميله جدا فيها فيديوهات كتير عن البشره وعن الشعر وعن التخسيس وعن الجمال وعن الرشاقه، وفيديوهات جميله برضو عن الاعشاب وعن استخداماتها، وفيها نصائح جميله قوي هتعجبكم. عايزاكم تشوفوا قناه الرشاقه والجمال، هسيب لكم الرابط في صندوق الوصف وتشتركوا فيها ان شاء الله وتقولها ان احنا جايين من عندنا ده. يلا بقى نشوف المقادير بتاع وصفتنا بسرعه. هنحتاج للوصفه بتاعتنا 200 جرام زبده وكوبايه سكر ونص كوب زيت وفانيليا ومعلقتين صغيرين بيكنج باودر ومعلقتين وكوبايتين دقيق وبيضتين، ونحتاج مربى طبعا اي نوع تفضليه. هنحط المكونات الجافة السكر الاول مع الزبدة ونبتدي نخلطهم مع بعض كويس جدا لحد ما يمتزجوا مع بعض بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بعد ما يمتزج السكر والزيت، طبعا احنا حطينا مع الفانيليا، ممكن نحطها دلوقتي او ممكن مع البيض، مش هتفرق كتير. بعد ما يمتزجوا مع بعض كويس كده هكسر البيض بتاعي واحطه على السكر والزبدة، وابتدي اضربه تاني لحد ما كل البيض يمتزج مع السكر والزبدة اللي عندي، كأننا بنعمل زي ما بنعمل الكيك بالظبط. بعد ما بضربه كويس جدا هبتدي بقى انزل بالدقيق اللي عندي، واحط على الدقيق بيكنج باودر. احط حوالي معلقتين صغيرين بيكنج باودر او ممكن احطهم على الخليط على طول، مش هتفرق يعني. وبعدين اقلبهم كويس جدا، احط اول كوبايه دقيق واقلب، وبعدين هجيب الكوبايه التانية واحط الكوبايه التانية معايا واقلب كويس. هيديني خليط متماسك، يعني مش لين قوي زي بتاع الكيكه، لا هيكون متماسك شويه، مش هيكون ناعم قوي او مش هيكون سيل قوي اقصد. الكوبايه التالتة بقى هاخد نصها وهخلي نصها هنشوف هنعمل بيه ايه دلوقتي. فهنقلب كويس، يبقى كده خدنا كوبايتين ونص. كده شايفين العجينه عندي عامله زي عجينه البيتي فور شويه، متماسكه الى حد ما. هجيب صينيه عندي ابطنها بالزيت او بالزبده والدقيق، مش هتفرق اي حاجه عشان ايه ما تلزقش عندي، كاني ببطن للكيكه بالظبط. يفضل زبده سايحه يعني ومعلقتين دقيق كده بس عشان نبطنها. ونحط تلتين العجينه، مش هنحط العجينه كلها، هنحط تلتين العجينه بس، والتلت التالت هنشوف هنعمل بيه ايه. انا هنا حطيت اهو التلتين، هفردهم كويس في الصينيه عندي. هجيب بقى عند المربى احطها على الصينيه، اوزعها كده، بس ما اجيبش عند الاطراف قوي عشان ما تتحرقش معايا. ممكن بقى تحطي مربى مشمش، فراوله، اي مربى انت بتحبيها، فواكه مشكله زي ما تحبي. تفرديها كويس جدا كده. وبعدين هنجيب التلت العجينه اللي كان باقي معانا ونحط عليه شويه دقيق، يعني من نص الكوبايه اللي باقي معايا ده. مش هحط كله، انا هحط شويه بس لحد ما تتكون معايا عجينه متماسكه اكتر من اللي فاتت، عشان هننشرها دلوقتي. ممكن تشكليها انتي خيوط او شرايط كده وتوصيها، او تعمليها قلوب زي ما تفرديها عجينه وتعمليها قلوب، او تعمليها بالمبشره زي ما انا هعملها كده. هي في وصفه المبشوره بصراحه مسمينها المبشوره عشان بيبشروها من المبشره، انما في الباستا فلورا ممكن تبشريها او ممكن تعمليها شرايط زي ما تحبي. كده خلاص بقت جاهزه عندي. هدخلها الفرن اللي انا مسخناه على درجه حراره 180 لحد ما تحمر من فوق ومن تحت، ونطلعها ونقطعها بالشكل ده. عايزاكم تجربوها، جميله جدا وهتعجبكم ان شاء الله. واشوفكم في وصفه تانية ان شاء الله، مع السلامه.